الساسيجو. هاي الأكلة عنا بحلب هيك اسمها، في ناس بيقولوا لها نقانق. هاي الأكلة أنا اليوم عملتها على إيدي، رح أرجيكم شلون عملتها. أول شي منجيب اللحمة الكباب، لازم تكون اللحمة مدهنة، ومنضيف لها ملح وبهار حلبي 7 بهارات وفليفلة حمرا، وبعدها منضيف لكل كيلو لحمة كاسة للكاسة ونص مي، ومنحركها منيح، وإضافة المي ضرورية لحتى يسهل الحشي وما يصعب علينا، يعني مشان اللحمة تنزل منيح وما تعذبنا أثناء الحشي. جبنا الطاقة، نحن منقلها الطاقة هاي منجيبها من عند القصاب، ومنبلش منحشي مثل ما لكم شايفينها من الفيديو. منسكر الطرف الثاني مشان أثناء الحشي ما تطلع اللحمة، يعني منربطه مثل ما هلا انتو شايفينها، مثل ما أنا عم بربطه. هاي الأكلة أنا ما بحب أكلها أبدا إذا مو من مكان موثوق أو من عند لحام موثوق، لأنه لازم تكون اللحمة طيبة ونظيفة وموثوقة لحتى نقدر ناكلها. في ناس بحطولها توم، ولكن أنا اللي بفضلها من دون توم، لأنه بتبين نكهة اللحمة أكتر، يعني على طاق الملح والبهار والفلفل الحمراء مثل ما قلت لكم، فهيك بتبين نكهة اللحمة أطيب وبتعطيها زكاوتها. وهون بصراحة يعني حشية أخذ زوجي عني، لأني حشية ما كتير سهل، ولكن تاكلوا لقمة طيبة في الأخير. مسك زوجي عني المهمة وصار يحشيها، وبتحشوها شوي شوي لحتى ما تنفتق معكم أثناء الحشي، وهي إذا نوع الطاقة منيح فما بيعذبكن والشغل بيصير كله تمام. وهيك بعد ما حشيناها صارت مثل ما لكم شايفينها ما شاء الله بتاخد العقل. شوفوا شلون باخد كل وحدة على حسب المقاس اللي بدي اياه، ببرم وبرجع بطالع الباقي من قلبه. شوفوا انتوا الفيديو ببين معكم شلون الطريقة كتير كتير سهلة، وما شاء الله إذا اللحمة طرية والحشو سهل تشكيله مثل ما لكم شايفينه بصير كتير كتير سهل. هون انتوا المقاس اللي بدكن اياه بتعملوه، انا عملته هذا المقاس لانه بشوفه مناسب. فيكن تعيفوه مثل ما لكم شايفين مقاسه، وفيكن اثناء القلي بعد القلي طبعا تقصوه بالنص. أكلة طيبة ولذيذة عن جد وبتاخد العقل. هاي الأكلة لازم تنتشر على البلكون، ضروري تنتشر على البلكون. فإذا عندكم مثل ما أنا عملتها على معلقة أو على أي شي فيكم تنشروها، وبتضل يومين وما بصلها شي إذا الدنيا برد. وبعد ما تنشف الأكلة بتطالعوها وبتقلوها مثل ما لكم شايفين، بتحطولها شوية سمنة وبتحطوها، وبتطلع معكم مثل ما لكم شايفينها بتاخد العقل، مقمرة ولذيذة. ونحن بنحب نعمل جنبها بطاطا مقلية، بتقلوا البطاطا لحال وبعدها بتحطوها فوقها وبتحركوها، فالبطاطا بتاخد من طعمة الساسيجو. أكلة كتير كتير طيبة ومشهورة عنا كتير بحلب، وأفخم المطاعم بتقدمها. تابعوني على قناتي إذا عم تحبوا وصفاتي، وإن شاء الله صحة وألف هنا سلفا لإلكن.